مساء الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بخير وصحة وعافية. اليوم راح أخيط وياكم سترة وبنطلون أو كيلوت. المهم إني راح أسوي البنطلون عريض يصير يعني مثل الكيلوت. عندي هاي القطعة تصير مطاطية ثخينة، المطة مالتها تصير مثل قماش الكتان. هاي القطعة مترتين وثلاثة أرباع العفو. هسه أول شي راح أبدي إني أطلع العرض مالت البدن الظهر. راح أفصل البدن الظهر عن الصدر، لأن أنا هسه راح أسوي أول شي راح أبدي بيه هو السترة. أخذت له قياس بالعرض بالإيد 4 أشبار إلا صبعين، وأما بالفيتة يصير 81 سنتي. وهسه بديت أقص القطعة. وهسه طبقت القطعة طبقة واحدة وقصيت الأطراف مالت القطعة، لأن أنا ما أحبه أخليه وأنا أفصل. هسه أخذت قياس المتن 23، طيت شوية زيادة بيه. وأما العرض المتن راح يصير 13 سنتي، والباقي راح يصير للحافرة الرقبة. راح أقيس الطول الحفرة مالت الأبط يصير صبر بالإيد، وحفرنه وبعدين أحفره مثل القوس، يعني يصير مثل حرف اللام، وبعدين أبدي أقصه. وهذه راح أحتاجها للجيوب مال السترة. وأبدي أخط بالقلم العرض مالت المتن على شكل منثني، وأبدي أقصه. وراح أحفر شوية من المتن، لأن هذا الفصال ما يتطلب حفرة بالرقبة، عفوا بالرقبة مو بالمتن، بالرقبة. وأخذت أما العرض مالت الصدر يصير شبر وجف وصبعين أخليه للخياط. أنا خلصنا من البدن الظهر، وهسه بدينا بالبدن الصدر. وقت البدن مال الصدر طبقة واحدة. وهسه راح أقيس العرض قدامكم. العرض مالته شبرين وجف، هاي بالإيد. أما بالفيتة راح يصير العرض مالته يصير عرضه بالفيتة 52 سنتي. هذا العرض يعني أثناء طبقة القماش. هسه القماش مطبوق طبقة واحدة. هسه راح أبدي أفصل. عندي هذا الباترون فصلت عليه الفصال اللي أريده، لأن هذا الفصال اللي فصلته يعني كلش صعب. فيعني حاولت إني أتمرن بالباترون أو اللايلون هذا المال، أو أي لايلون يعني مثلا موجود بالبيت تقدرون تفصلون بيه. عندي أنا هذا اللايلون مالت السفرة، سويته باترون وبديت أفصل بيه. يعني تمرنت على الفصال لما جبته عدل وخليته على القطعة. وهسه راح أبدي وياكم بالقياس بالفيتة. هذا هو عرض المتن. عرض المتن 13 سنتي. العرض هذا راح يصير هو 13 سنتي. وأما هذا هو طول الياخة يصير 9 سنتي، اللي هو اللي راح أخيطه ورقبة الظهر. أما هذا هو عرض الياخة اللي راح يصير قياسه 18 سنتي. وهذا اللي راح يصير مثل القوس هو راح يصير الياخة، اللي أبدي منه بداية القوس راح تصير هيجي منه أمشي وبعدين أوصل هنا وأتوقف، وبعدين أثني على كيفي. أتوقف إلى هاي النقطة اللي مأشرة بيها أني، وراح أقول لكم إيش قد قياسها. قياسها يصير 24 سنتي، وبعدين أثنيها هيجي على كيف تصير 7 سنتي، وبعدين أثنيها مثل القوس للآخر 19 سنتي، وأتوقف المكان اللي شفتوه آخر شي. المكان اللي توقفت بيه هو الفتحة مالت السترة أو الفتحة مالت الدقم اللي يتخلى بيه، بس أنا ما راح أخلي دقم، راح أخلي هيجي بدون دقم. هذا المكان اللي بديت أول شي أقص بيه هو حفرة الأبط، واللي هي معروفة شبر، وبعدين يصير مثل القوس مثل حرف اللام. وهسه بديت أقص شوية عن الباترون. ملاحظة أني يعني هسه راح أرجع أقصن فيت ويا الباترون، لأن القماش ما كفاني. يعني من بديت أفصل يعني ما توقعت أن هذا الفصال ياخذ أكثر.
كوني يعني أول مرة أفصل هذا الفصال تهورت كلش، يعني استهينيت بيه فتهورت بالقطعة، فحاولت ألقي لي طرق ثانية إني أقدر أطلع الردان وأقدر أسوي بطانة للياخة. فضروري يعني أبطن الياخة مالت السترة، يعني مال السترة. فما زادت يعني قطعة صغيرة بس تكفيني بس للردان. زين أنا ضليت حيرة شلون راح أطلع للياخة، وضروري إن هذا الفصال من راح تنقلب الياخة تطلع البطانة ما تظهر، فضروري إني أبطن الياخة حتى من تنقلب الياخة هو مبطن، فيطلع الشكل الياخة من تنقلب مبطن بالقماش مالت الوجه، فالفيكة كلها تصير بالياخة بالبطانة. فايش سويت أنا؟ ضحيت بالزاد على أساس إني أخليه للردن، فضحيت بيه وخليته للبطانة. فراح شو أسوي؟ راح أحاول إني أقص من الطول، يعني طويل هو شوية، أقص من الطول وأخليه للردان. راح تشوفون شلون أني راوسته. هسه بديت أخلي هذا الباقي للبطانة. هذا اللي أخذته من البدن القماش مال السترة، همن هو مو كلش كبير، فأحاول إني أراوس منه وأخلي تطوالة للعرض مالت الردان، وهم راح أسوي تطوالة للردان. يعني راح أسوي فيك إني أطعم الردان بالأبيض وأخلي تطوالة للردان من الحفرة، على مود عرض الردان مو كلش كبير، فراح أسوي له تطوالة تصير جوا الأبط، فما راح تبين أبد، ما راح تبين. أقدر أخذ هواي من طول البدن لأن راح يصير كلش قصيرة السترة. المهم كانت القطعة كلش صغيرة، فحاولت إني أراوس منها ومنها وأطلع من عندها سترة. هاي القطعة اللي زادت من القماش راح أسوي منها جيوب، والباقي منه أراوس منه وأسوي منها أرباط للسترة. هسه بديت أول شي بالخطوة الخياط هي خيطت الردانات، وراح أخلي التطوالات وياها على هيك شكل، يعني خليت الوجه ويا الوجه وهيك شكل سويتها. كملت راح أخلي تطوالة للردان هو اللون الأبيض مثل ما تشوفون. طبقته طبقتين على مود شوية يصير أثخن ويصير أحلى، وكويتر همين كويتر ورتبته. وهسه بديت أخيط، ومن أخلص خياط راح أروح أكوي كل الردانات أكويها، وأرجع ومن أخلص كويها أحفرها حفرة صحيحة مالت الردان. هسه أنا شنو بديت أخيط البدن مال الصدر، طبقتين سوا، وراح أخيط بس من الفوق، يعني بس من فوق أخيطها هيجي مثل هذا الشكل راح أخيطها. بعد ما خيطته خليته على ملكانة على مود أشوف الخياط إذا جبته صح لا، إذا أكو خلل أحاول إني أصلحه. بس طلع كل شيء تمام. وهسه بديت أخيط الياخة مالت البطانة اللي راح أطبقها والياخة مالت الصدر سوا. هسه راح تشوفون شلون راح أطبقها. راح أطبق الوجه ويا الوجه، وأخلي دنابيس يعني أثبتها بيها على مود أقدر تساعدني بسهولة بالخياط، وأبدي أخليهن سوا، وأخلي يعني الخياط فيت ويا الخياط الثاني على مود أجيب البطانة عدل ما بيها أي نواقص. وخليت شوية طوالة بالطرف على مود إذا قليلة القماش أطولها بيه. وهسه بديت أخيط الجهة الثانية همين. خيطت البطانة مالت الياخة والياخة مالت البدن الصدر بس على جهة القوس مثل ما تشوفون. هسه أنا شو راح أسوي؟ عندي هذا اللاصق اللي يلصق بين الجهتين، راح ألصقه بالجهة البطانة المفتوحة حتى ما أخيطه وبين الأخياط، راح ألصقه باللاصق يطلع كلش حلو كأن القطعة اشتريتها جديدة. هسه أنا خليتها على ملكانة حتى أراويكم شلون صار شكله من بعد ما بطنتها. هسه راح أروح أكويها حتى تصير مرتبة الياخة. وهاي الفتحة القميص اللي شفتوها، هذا الزايد راح أطبقه وأخليه لهذا اللاصق وأكويه، وبعدين أخيطه خياط هيجي بسيط إله يطلع شكله حلو. هسه أنا إيش راح أسوي؟ كملت الياخة وخلصتها، راح أروح أكويها هي والفتحة مالت القميص يطلع شكلها حلو.
كويت وكملت، وصارت الياخة والفتحة مالت الدقم مرتبة وحلوة. هسه راح أبدي بالخطوة الوراها. شنو هي الخطوة الوراها؟ هي أخيط الحفرة الرقبة بدن الظهر هيجي. خليت هنا مثل الإشارة على مود أحدد بها فتحة الرقبة، وأبدي أخيط وأتوقف للطرف مالت فتحة الرقبة، وبعدين أدير القطعة وأبدي أخيط المتن ويا هذا البدن مالت الصدر. كملت خياطة حفرة الرقبة والمتن، وراح تشوفون هاي الصايرة بين الحفرة الرقبة والمتن، راح أقصها على مود حتى ما تصير متشنجة. بهيك شكل قصيتها. كملت. هسه أنا إيش راح أسوي؟ راح أقيس المتن 13 سنتي، والباقي أقصه مثل ما أنا قلت لكم. أنا أنطي مجال بالقطعة، وبعدين من أخلص الخياط وأكمل أرجع أحفر المتن من جديد. هسه أنا بديت أخيط الردانات، وراح أخيط البدن كله وأكمله. كملت الردانات والبدن وخلصت. هسه راح أبدي أخيط الخطوة الأخيرة، هي الجيوب. راح أطعم الجيوب بالأبيض حتى يصير شكله حلو السترة. خلطت مسافة إصبع وشوية، وخيطت، وراح أدور أقلبها وأخليها لورا، وبعدين أخلي لاصق على مود أرتب الجيوب، وبعدين أكفها حتى ما يتسلت القماش الأبيض. صار خياطة الجيوب والرباط لأن الفيديو صار كلش طويل، وراح أبدي أخيط البنطلون أو الكيلوت وياكم. طبعا القطعة مالت البنطلون ما خيطتها ويا القطعة مالت السترة، لأن كانت عندي قطعة بس مالت السترة، ما عندي قطعة مالت البنطلون. فمن رحت عند أهلي لقيت أمه مشترية قطعة مثل قطعتي، فأخذتها من عندها وسويتها بنطلون. فيعني مو نفس اليوم خيطت بيه سترة خيطت بيه البنطلون، لا، خيطت وكملت، وبيوم الثاني رحت عند أهلي لقيت أمي عندها قطعة مثل قطعتي، فأخذتها وسويتها بنطلون حتى يصير قاط كامل. راح أبدي بقياسات البنطلون العريض أو الكيلوت. العرض اللي يصير على جهة اللاستيك يصير قياسه 28. وهسه راح نقيس الحفرة مالت الكيلوت بالفيتة 40 سنتي، وراح آخذ من 40 9 سنتي، وأبدي أحفرها مثل القوس. أما عرض الكيلوت راح يصير 36 سنتي. أبدي أشر بالقلم على مود حتى من أبدي أقصن يجي القص عدل. العرض مالت الكيلوت راح يصير من جوا 33 سنتي، وأبدي أمشي بيه بالقلم على شكل منثني من هنا إلى الحفرة مالت الكيلوت. أنا كملت وأشرت كل المكانات اللي راح أبدي أقصها. طبعا الفصال الكيلوت والخياط مالته كلش سهل، ويعني ما ياخذ وقت، بسرعة يتخيط. عملت فصال الكيلوت وراح أبدأ أخيطه، وهنا أنا راح هذا أقصن من جهة الخصر أو جهة اللاستيك 3 سنتي من جهة واحدة، يعني من قطعتين، مو 4 قطع هن مطبوقات، لا بس 2 من عتن أقصن اللي راح أصير للأمام الكيلوت، والباقيات ما أقصن. وهسه بديت أخيط الأطراف
أطراف حفرة الكيلوت من الجهتين أخيطهن، من هاي الجهة ومن الجهة الثانية. تصير هاي الطريقة أحلى بالخياط الكيلوت. خيطت من هذا الطرف الحفرة وخيطت من الطرف الثاني مال الحفرة وكملت. وهسه راح أقلبها بهيجي شكل وأبدي أخيط من جهة الحفرة مال الكيلوت من جوا، من هذا المكان أبدي أخيطها. كملت الخياط الكيلوت من هاي الجهة ومن جهة الحفرة. أبدي أخيط اللاستيك. أخذت القياس مضبوط اللي يصير علي أني، وبعدين راح أحدد المكان بالدنابيس على مود حتى بالخياط يجي سهل، وما راح أخيط الحافة أول شي لأنفخين. وثاني شي قلت ما حاجة إني أكفه، لأن هاي النوعية من القماش ما يسلت إذا خليته يعني بدون ما أكفه كفتين. وهسه بديت أني أخيط اللاستيك. كملت خياط اللاستيك وهسه قلبتها بهيجي شكل، وأبدي الدور أسحب بيها وأنا أخيط. تمام، كملت وخلصت وصار هذا شكلها. هسه بقت آخر شي هي الكفة مالت الكيلوت، ومن أخلص راح أروح أكويه حتى يصير شكل الكيلوت حلو ومرتب بالكوي. كملت وخلصت الكيلوت وخلصت. هنا أنا قلت خل أخذ استراحة شوية، أخذ ريست، وبعدين أروح أكوي الكيلوت وأراويكم الشكل النهائي. إن شاء الله يعجبكم. وهذا الشكل النهائي لخياطي. قولوا لي شنو رأيكم بخياطي، يستاهل هذا التعب اللي تعبته لو لا؟ أنا حابة أعرف رأيكم بيه. وشنو رأيكم بالتنسيق اللي خليته بالسترة؟ حلو، أنا حسيته يعني أعطى شكل حلو للفصال. هو ما كان ببالي، بس بعدين قلت ما طول القطعة ما تكفي، فأحاول إني أطعمها بلون يوالم القماش. فطبعا هو باللبس كلش حلو، أحلى من ما تشوفونه بالملكانة، كلش يخبل باللبس. أنا حسيته حلو كامل. وبعدين نسقته بسترة، هذا بنطلون كابوي، يعني سترة ونسقته ببنطلون كابوي. فشو رأيكم بالتنسيق؟ إذا كان هيك هم حلو. أنا حابة أشوف تعليقاتكم بخياطي. أتمنى عجبكم الفيديو واستمتعتوا بيه، وهسه أقول لكم مع السلامة، باي باي.